الوهبي علاقته مع الجامعه وفوزي القجع كيفاش يوفر الظروف والامكانيات الوهبي كما وفرها الوالد، هادشي منطقي، هذا الشيء كاع من المسلمات هذاك الشيء. طيب لو فرضنا انه مشى محمد الوهبي في هذا السياق هذا، نعم. سواء كان في انا كنقول في مشروع بعيد المدى، ما كنقولش قريب، نعم. ماشي غنحاكموا في كاس حتى هو يخرج من الدور الاول او يخرج، فنعتبر بانه خصو يستمر مع الفريق الوطني، لانه رجل كفاءه تكتيسيان، ستانوم تكتيسيان، كنقول لك رجل داهيه وعنده افكار وعنده مشاكل، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. انا تنقول في هذا الجانب هذا اذا استمر عليه ان يكون يعني متعاقدا بمشروع مستديم الى غايه مثلا ما بعد 2028 او 2030 اللي غيهيئ هذا الخلف اللي قلتي جاي من 2000 من المنتخب اقل من 17 عام الى 2020. عندك ديال 17 عام راه اليوم دابا الان من 2030 راه غتكون عنده 22 23 عام، راه يمكن له ضمن يكون من المنتخب الكبار. لذلك انا كنقول باش نجي للسياق ديال المساعد التقني اللي هو رشيد محمود، انا نقول واش فرض على وهبي، وقف هنايا بلاتي واش فرض على وهبي وحده، ولماذا فرض وهبي على وهبي فهمتيني؟ ولماذا مثلا اذا استقال الناخب الوطني وليد الركراكي فهذا اوتوماتيكيا ملي كيستقل كيمشي الطاقم ديالو كامل، كيمشي مع الطاقم، معنا رشيد محمود خصو يمشي مع وليد الركراكي. هي فؤاد بحساب يعني المعطيات اللي انه وصلنا لهذه المعطيات. علاش رشيد بن محمود بقى في الفريق الوطني المغربي؟ تيقول لك اولا ولو انه باش ما تشوفش هذيك الرؤيه ديال انه يتمازح مع اللاعبين وكيضرب هذا بقرعه وهذا الى غير ذلك، هو عنده واحد الدور استراتيجي داخل الفريق الوطني المغربي. اولا من خلال هذيك اللمه تاع اللاعبين الى غير ذلك، باش ما تيكونش هناك شنآن يوقع بين اللاعبين الى غير ذلك. هو رجل اطفائي في هذه العمليه هذه وكيلعب دور مهم جدا، بالاضافه على انه يعرف جيدا العقليه والمونتاليتي ديال اللاعبين كاملين، وبالتالي فالعمليه ديال هذيك تسليم السلطه كما تنقولوا غادي تكون العمليه سلسه بمرونه بين الناخب الوطني الجديد وبين حتى اللاعبين، حتى انه رشيد بن محمود غيلعب دور مهم وكبير جدا مع وهبي على مستوى اللاعبين، لانه تعرفهم رشيد بن محمود تعرفهم اكثر من وهبي، خاصه الثوابت ديال الفريق الوطني المغربي، حيت وهبي فؤاد اليوم ما يمكنش يجي يدير واحد التغيير استراتيجي وجذري على مستوى التشكيله ديال الفريق الوطني المغربي، راه ما يمكنش غادي يجي غير واحد 3 ولا 4 اللي يمكن انه يطعم بهم الفريق الوطني المغربي. وبالتالي فالحضور ديال هذا راه جا بطلب من الجامعه، باش نعطيو الحق الراجل لانه بن محمود اصر على الرحيل، راه بغى يمشي في حالته فعلا، ولكن بطلب من الجامعه وايضا بالتوافق مع وهبي، فبن محمود يواصل المهام على هذا المعطى اللي قلت لك انا، باش يدير لا ليزون بينه وبين اللاعبين ديال الفريق الوطني المغربي، بحكم انه عاشرهم لسنوات في السنوات الاخيره، كيعرف العقليه ديالهم، تعرف طريقه التدبير ديالهم. وفوق ذلك فؤاد باش نعطيو ايضا لرشيد بن محمود حقه، لانه الناس كاين اللي عاتبوه بزاف، تيقول لك شنو الدور ديالو في هذاك الفريق الوطني المغربي. رجل تقني، راه لعب الكره فؤاد، انت تعرفوا لعب معاك الكره، يعني الرجل دوز المشوار الطويل ديال كره القدم، يعني كتقني. وايضا انه باش ما نبقاوش حنا ندوزوا دائما في هذاك الشيء ديال مهرج، حتى انا سمعت هذا الكلام لا هكذا الى غير ذلك، فما نبقاوش حنا نبقاو في نفس هذه العقليه. شوف زميلي الجلول، دابا رشيد موضوع في كمساعد مدرب، بعد ما نقولوا هنا نجح مع وليد الركراكي في كاس العالم حتى اليوم وصل مع النهائي ديال كاس افريقيا، شيء هذا كيتعتبر انجاز عظيم بالنسبه لي. ولكن كنقول بالنسبه لهذه الامور لا متفق معك، كل مدرب تيجي بالطاقه ديالو. اي فعلا الامور اللي قلتي ديال السلوكات او السلوك او العمل الاستراتيجي اللي كيخدموا رشيد بن محمود لا يستهان به. حنا كنعرفوا شنو هو المساعد المدرب. المساعد المدرب لا يكتفي فقط بانه غادي يكون هو رجل التواصل مع المجموعه، ولكن كيكون ايضا رجل مساعد حتى في الرقعه ديال الميدان، التجاوب مع اللاعبين مثلا في التمارين الرياضيه اللي كيفرضها مثلا المدرب. الناخب مثلا وليد الركراكي لما كيتمشى مع اللاعبين بطرق يعني كنقولوا ما كنقولوش فكاهيه، ولكن ديك الدعابه اللي كتجعل اللاعب يكون متحمس في سميتو. هذاك التحميس اللي كيجعل هو اللي كيجعل الفريق الوطني كله جاي من اللاعبين كلهم تيبغيوه. انا كنقول لك بصريح العباره كلهم كيبغيو السي رشيد بن محمود على هذه المزيه ديال انه رجل ديال التواصل، رجل ديال المحبه بيناتهم، ماشي داك اللي كنقولوا العاطفه، ولكن الرجل مقدر عنده تقدير كبير واحترام كبير من الدوليين المغاربه. هذا فقط بعدين زياده على
انه عنده ايضا باجاج، يعني واحد يعني الرزمه تقنيه خاصه به في المساله ديال كنقولوا ديال الكوتشينغ بالنسبه للرؤيه البعديه ديال المباراه ديال اي لاعب مثلا في على مستوى الخطه الى غير ذلك. فهذه المسائل كلها عنده ايجابيات فيها ونجح مع وليد الدرقالي. انا تنقول الانضمام للفريق الوطني واش هل يقبله مثلا محمد بوهبي؟ وراه صافي راه اذا قبل اذا قبل بهذه المهمه باش نوصلوها لا حسم الامر باش نوصلوها هنا سيلعب رشيد محمود هذا الدور واحد الثقل اللي على وهبي في ظل لانه راه وهبي راه غياخذ واحد الفريق الوطني في واحد الازمه نفسيه، ازمه اصابات، أزمة مثلا قناعات واختيارات، أزمة تنافسية، غياب تنافسية ومن عدمها، مجموعة من الأشياء اللي كيجعلها الآن دابا كيشوف فيها الفريق الوطني من المارس، يعني من 27 مارس شكون هما اللاعبين الجاهزين واللي كيلعبوا باستمرار مع أنديتهم الأوروبية، حتى بالنسبة للمنتخب الأولمبي، لا المنتخب ديال أقل من 20 ياسير زبيري حتى يقول لي نوضعوا الفريق الوطني هو اللي يلعب مع فريق ران مثلا، أيت عبد الحميد حتى هو ولا يلعب، أعطيني مع ما هو مصاب، زيد نقولوا يلا فقط كاين نقول ياسين جميل هو كيلعب يعني تدريجيا باحتياطي مع الفريق. لذلك هذه المعطيات كلها التقنيه كياخذها محمد وهبي بعين الاعتبار، راه بدا كيشوف فيزيوناج داكشي ديالو ديال اللاعبين وفيديوهات وكيتبع داكشي، راه بدا مباشر داكشي. طيب رجعوا لصاحبنا البرتغالي. طيب انا باش نعطيك المنطقه يمكن، ولكن يكون وهبي موافق عليه، ولكن غادي يحيد له واحد الثقل، ولكن في المساعده التقنيه راه غادي يجي وهبي يوافق على بن محمود. سير لي صاحبنا البرتغالي جواو ساكرامنتو يلاه سير. دابا تنقولوا بانه راه الطاقم التقني كان مع يوسف حجي، ودابا اليوم عندنا مساعد تقني ثاني، ودابا غنجيبوا مساعد تقني ثالث. واش دابا دخلنا عليك بالله، واش هذه رؤيه استراتيجيه بالنسبه للجامعه؟ شحال غيكون هذا في الطاقم التقني اللي غادي نجي نوضعوه غادي يكون مساعد المدرب ديال محمد وهبي. ولكن المهمه ديالو فؤاد انت كتعرف شكون هو هذا؟ اش كيدير؟ زيد محلل تكتيكي. زيد محلل تكتيكي ياك، ورجل عنده خبره وتجربه، يعني طيب. راك عارف انت كيف عامل نخدموا مع مشتغل. طيب دابا كلشي كيهضر على ساكرامنتو، واحد الطاقم التقني فؤاد عرفتي شحال فؤاد تيكونوا فيه؟ شي 20 ولا 30 واحد تيكون، لا بمعنى واحد متخصص في المهام ديالو. في المهام لا دابا حتى بالنسبه لنا ما نقولوش تحليل التكتيكي لانه مساعد مدرب. ملي كتقول مساعد مدرب راه حنا جايين دابا في السي في ديالو، فايضا حتى سميتو هذه الروزنامه ديال الفروق اللي مثلا عطينا فؤاد باش يعرفوا المشاهدين. هو كان سابقا كان يعني الله 37 عام عنده، باقي صغير على المستوى التقني، وراه قبل من 37 عام، راه من 2017 وهو يشتغل في نادي ليل من 2017 2019. نعم. ثم مشى الفريق ديال توتنهام هوسبور ديال انجلترا اللي كان فيه مساعد مدرب ديال مع مورينو، ثم مشى مع مورينو ايضا الفريق روما الايطالي، ومن بعدها جاء الباريس سان جيرمان مع المدرب غالتي اللي درب الموسم قبل الماضي الفريق ديال باريس سان جيرمان، وما نجحش معاه، ما مشاش معاه في سميتو واخا حتى لو انه مشى في الالقاب، ولكن كان هذا ساكرامنتو يعني كان هو المساعد ديال غالتي، ومشى معاه ايضا للدحيل القطري. طيب هذه كلها يعني مرات مشى بها على مستوى المساعده التقنيه. ملي كتقول المساعده التقنيه كتنبج على البروفايل ديالو، اللي هو رجل ديال المختص في الشؤون الرياضيه، ثم ايضا عنده ماجستير في تحليل الاداء. نعم. بمعنى انه عنده فيزيون، عنده ادوار متعدده. لا غير جوج الادوار، دورين، تحليل تكتيكي ومحلل اداء. عنده في التدبير الرياضي انه غيكون مساعد في وايضا التحليل ديال الاداء، مثلا ملي تيكون مع مدرب كيعملوا بحال كنقولوا الحبشي الى غير ذلك. ولكن واش هذا دابا في نهايه المطاف ديالو فين مشى؟ من هذه المساعده التقنيه اللي كان مع مورينو مع غالتسيفن، مشى يدرب في فريق ديال لاسك لينز ديال النمسا. باقي العقد ديالو حتى 2027. لا شكون لا هو لا دابا مع فريق لينز اللي كان شاغر فقط واحد من بعد ما سال من سميتو من المحطه ديال الدحيل القطري النمساوي لاسك لينز النمساوي. شحال دربوا غير من يونيو لسبتمبر. بمعنى من يونيو سبتمبر ديال 2025 درب هذا الفريق هذا لاول مره في المسار ديالو كيدرب فريق وطني. كي كانت بلاتي علاش في هذه المده ديال 3 شهور تمت اقالته وفسخ عقده. علاش؟
لسوء اسباب سوء النتائج. لعب 7 ديال المباريات خسر في 5 وربح 2 المباريات. هاني كنعطيك دابا هنا واش هل سيصلح مدربا؟ شنو الرؤيه اللي كتقول؟ انك قلت هذا كنقولوا بانه راه يكون مساعد مدرب ديال محمد بوي، لا كيقول لك مثلا بان هذا التسريب اللي خرج، التسريب اللي خرج جلول خرج من عايتاني من هذا عقلت هذا خونا ديال سانتي اونا من فوت ميركاتو. ولكن راه قالوا لي بان اليوم راه جا الرباط. بغيت نقول لك دابا التسريب الاولي عاد باش يجي الرباط نقل بانه راه سيتعاقد معه مثلا لفتره مقبله ماشي في هذا سميتو هذا. لا ما تنظنش. انا دابا الان يتم اعداد وتهيئ ديال الطاقم التقني ديال الوهبي دابا اذا كان هذا الجديد، اذا ماشي هو الجديد ديال الخبر التسريب اللي تجر اللي تكتب مثلا فوت ميركاتو الصحف الفرنسيه، ومنهم هذا التسريب ديال سانتي اونا اللي قال بانه راه سيتعاقد معه، وراه الان وصل المغرب وبدا كيتباحث معه وتفاوض على مثلا الحضور ديالو مع الفريق الوطني اذا في الاشهر المقبله تيقولوا. ما تيقولوش لا في هذه اللحظه هذه في الطاقم التقني الجديد الان. انا تنقول لك شنو خالد. اما حنا عندنا في الطاقم الجاي راه هو لاكتواليتي ديال الساعه، هو الخبر دابا الراهن. اما الخبر ديال البارح وديال كان يقول بانه سيتعاقد مع الجميع الاشهر المقبله. هو يتواجد اليوم من الجدوى انه يتواجد في الرباط، وحنا نشوف وانا غادي نسيروا حتى الاشهر القادمه. وانا نشوفوا علاش قلت علاش انا كنفسر ما بين الاشهر القادمه. هو ايضا انا كنقول اشهر ماشي ايام، واليوم ها هو محيان. علاش؟ هل تهيئ الجامعه ما بعد كاس العالم ل مثلا خلق طاقم تقني اجنبي في الفريق الوطني المغربي؟ ما عارف فؤاد. دابا حنا تنعيشوا اللحظه. انا تنقول لك دابا لا دابا السؤال هذا سؤال مشروع، ولكن حنا دابا تنعيشوا اللحظه دابا. انا اطرح سؤال عن الجامعه واخا بلات ودابا كنا كنتسناو ياك النفي. دابا قول لي نفي. لا دابا كاين لا نفي. كنا درنا حلقه فؤاد حصريا البارح درنا مع السي بدر الدين وابجاو حصريا يعني تبوردنا وعطينا المعلومات وعطينا الناقب الوطني وعطينا بن محمود وعطينا كل شيء. ما كاين لا نفي لا والو الحمد لله. لا دابا حنا دابا تصطاف لان فؤاد بين قوسين اذا كانوا الناس كيقول لك مصادر ديال الجامعه، حنا مشينا مصادر اخرى ديال اللاعبين اللي تواصل معاهم. اي فعلا لا زعما عندك الحق ديال مصادرنا وديال المنتخب. حنا معروفين بهذه العمليه ديال الاستقاء الخبر من مصدره وكل شيء، ماشي فقط اشاعات ولا تسريب هذه الامور ديال الدعايات الى غير ذلك. انا كنقول بانه التعاقد مع هذا انا كنقول غير كفكر مستقبلي. ما حد الجامعه اليوم مازال ما عطاتنا شيء. الخبر اليقين باقاله الناخب الوطني وتعيين محمد وهبي، واخا كنا حنا كنقول يعني لا غير انت تعرف تفرق يا اخي. كيجي حنا كنقولوا واش غتعطينا بلاغ رابع؟ قالوا لي بحال اللي قلنا في المنتخب رابع او خامس رابع اللي غتعطينا فيه بانه اقاله الناخب الوطني، ثم البلاغ خامس هو مثلا تعيين الناخب الجديد. انا اش نقول؟ تنقول لك دابا اللي كنا كتقول الجامعه انه صدرت 3 ديال وانا كنعاملوا بالضوابط بالتاريخ ديالهم، راه 6 يبرير نشرت خبر كتقول بانه ننفي استقاله الناخب الوطني. جات في 24 فبراير قالت لهم بانه راه لا انفصال مع الناخب الوطني، وجات في يومين بعد ايضا تسريب ايضا قالت بانه راه حنا غادي نمدوكم بالمستجد الوقت المناسب. في الوقت المناسب. شنو هو الوقت المناسب زميلي جلول؟ باقي الوقت المناسب. لا وقراه انت قرا يعني في الوقت المناسب، في الوقت اللي غادي نحسموا الامر ديال الانفصال مع والد رجلك. بلاتي بالله عليك انا كنقول لك انا في غضون هذا الاسبوع هذا وفي نهايه الاسبوع، لان في اليوم الاثنين المقبل يجب على الجامعه يجب على الناخب الوطني حيت خصك تصيفط فؤاد. الله يرضي عليك اللائحه خصك تصيفطها. اذا ملي 9 مارس اذا في 9 مارس في هذه الايام هذه يجب مثلا اصدار قرار مثلا ماشي نقول بالاعلان عن الناخب الوطني، وايضا بالنسبه للاقاله ديال هذا غيكون ماشي خبر رابع وخامس، غيكون خبر واحد. دابا هي فؤاد في بلاغ واحد. دابا هي فؤاد بالنسبه للوهبي راه هي اللائحه مصاوبها قاده غايصيفطها نهار 9 مصاوبين اللائحه ديال اللي غادي يمشيو يشاركوا في المباريات الوديه تيمشوش. شكون اللي غادي يمشي يعني من اللاعبين الجداد ولا غير ذلك اللائحه الاوليه اللي كانت مشات صابت وتقادت. غير انما راه ما كنتهضروا على التاخير ديال هذا هو اللي كنقول لك هذا الوقت المناسب. هذا هو الوقت المناسب هكذا يقرا عند الناس ديال الجامعه يقرا انه عاملين ضابطين الامور ديالهم في وقتاش غادي لانهم دابا جا والد راه قلنا البارحه ولا البارحه فيناليزي سميتو لا فيناليزي سميتو هذا سميتو لو موندا ديالو بانه راه سالها وكل شيء غادي يمشي بحال الاتحاد وقيله لا اسمع الاتحاد لانه هذاك فيت هذا المدرب ديالهم سميتو في طريق الاستقاله وهما الان يهيئون مثلا وليد الركري من اجل هو مدربا للنصيري وايضا الاتحاد السعودي اتحاد جده. طيب باش نرجعوا للموضوع صاحبنا ديال البرتغالي
جواو. اذا هذا جديد كنسميوه. واش هذا الجديد خصك كيف سترسمه؟ غادي نشوف كيف سترسمه الجامعه في مخطط استراتيجي للافق القادم، كيف سيكون شنو الدور ديالو اللي غيكون مع الناخب الوطني مثل محمد وهبي. طيب واش غادي يكون من بعد وهبي مثلا في التعاقد ديالو، واش هو الون تيرم يعني على مده المدى البعيد او المدى المتوسط، او واش غادي يكون غير على مدى قريب باش نشوفوا الاشتغال ديالو واش غيكون ناجح ولا ما يكونش ناجح. حتى في القضيه ديال الاعداد البدني راه عنده حتى هو دور مهم فيه. راه المشاكل اللي كانت في الفريق الوطني الان اللي خسرت الفريق الوطني راه هو الاعداد البدني وطبيب المنتخب الطبيب المنتخب الاعداد البدني. الطاقم كان خصو يتغير. راه ما يمكنش دابا واش الجامعه خرجت بشي تصريح ولا لا حيت مازال دابا يلاه دابا بدا خرج المعد البدني ديال الفريق الوطني مشى للفريق الاسباني ومشى شكون عطاه التفويض بانه يهضر على الفريق الوطني ويهضر على المسائل ديال الاعداد وكل شيء. طيب انا غير باش ننهيو هذا باش ندوزوا للمحور الثالث الفصل. هو الفصل ديال هذا ساكرامنتو هذا وجه جديد، ولكن القراءه ديال الجامعه واش هي يعني تنفيذ برنامجها المستقبلي من اجل مثلا تغيير الطاقم الوطني الابعاد المستقبليه بتغيير طاقم اجنبي، والجمهور المغربي كله لا يريد مثلا يعني سميتو الطاقم الاجنبي اللي يسهر على الفريق الوطني، ما دام انه النجاحات ديال الاطر المغربيه طارق السكتيوي ما شاء الله ولا محمد وهبي ولا ايضا حتى الاطر، لانه هي وقت السعاده هي من ينادي بها الراي العام والجمهور.